القصة الحقيقية لأول معصية حصلت على الأرض، وإيه علاقتها بالحضارة المصرية القديمة، ومين هم التسوع المقدس، ومين هو أوزوريس، وإيه علاقته بنبي الله إدريس، وبأول جريمة قتل حصلت على الأرض. وعلشان نعرف لازم نفهم من البداية. خليكم معانا، بس قبل ما نبدأ ما تنساش السبسكرايب واللايك. في الحضارة المصرية القديمة في شخصيات وقصص اتقال عنها انها مجرد اساطير، لكن احنا عمرنا ما حاولنا نبحث او نعرف هي فعلا مجرد اساطير ولا دي قصص بتحكي لينا احداث اول الزمان. ايه هو التسوع المقدس؟ التسوع المقدس عبارة عن مجلس بيضم اعلى شخصيات كانت في مصر، اللي هم اتوم خالق العالم، وشو اله الهواء، وتفنوت ربة الشمس والقمر، ونوت ربة السماء، وجب إله الأرض، وأوزوريس حاكم مملكة الموتى، وإيزيس ربة السحر والأنوثة، ونفتيس ربة الولادة والموت، وست إله الشر والعنف والفوضى. كل الشخصيات دي كانوا في اعتقادنا إنهم في الحضارة المصرية القديمة آلهة، والاعتقاد ده إحنا عرفناه من العلماء. فبالتالي بقت الحضارة المصرية القديمة بالنسبة لنا حضارة كافرة ومتعددة الآلهة. أول عالم فك رموز اللغة المصرية القديمة كان العالم الفرنسي شامبليون، لما فك رموز حجر رشيد، ومن الكلمات اللي ترجمها كانت كلمة نتر، وقال إن معناها إله، بس الكلمة اترجمت غلط لأن معناها الحقيقي مش إله، ولكن معناها تجلي الله في الأرض، أو زي ما الدكتور مصطفى محمود قال المنتسب للعرش. بدليل ان كلمة نتر الفرعونية دي او الكلمة الهيروغليفية نتر مش معناها اله، نتر معناها المنتسب الى العرش. شوفوا، كلمة شقلبت الدنيا وغيرت مسار حضارة كاملة من موحدة لمتعددة الآلهة. الغلط من شامبليون كان بقصد أو من غير قصد الله أعلم، بس الغريب إن الراجل كان معترف إن الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة موحدة، وقال إنهم تعمقوا في التوحيد جدا لدرجة إنهم كانوا فاهمين إن الروح أبدية وأمنوا بالحساب والعقاب. وبما إن بقى كلمة نتر مش معناها إله ومعناها تجلي الله في الأرض أو المنتسب للعرش، يبقى أسطورة أوزوريس اللي تعتبر أشهر أسطورة مصرية واللي اتكلم عنها المؤرخ المصري مانيتون السمنودي في كتابه الجبتانة قصة حقيقية من أحداث أول الزمان، وبتتكلم عن نبي من أنبياء الله. خلونا الأول ناخد فكرة عن مانيتون، مين هو وقال إيه عن الحضارة المصرية القديمة، وبعدين نرجع للقصة تاني. مانيتون مؤرخ مصري ويعتبر أهم كاتب تاريخ عرفته البشرية، وملقب بأبو التاريخ المصري القديم. مانيتون كتب لنا تاريخ الحضارة المصرية القديمة بالتفصيل، رتب الأسرات وكتب لنا اسم كل ملك ومدة حكمه، يعني من الآخر كده هو المعجم اللي جمع كل المعلومات الخاصة بعلم المصريات. كتب ايه بقى المؤرخ ده؟ مانيتون قسم حكام مصر لثلاث اقسام: اشباه الهه، والمبجلون، والبشر العاديين. والمقصود هنا باشباه الالهه مش ان البشر دي الهه فعلا، ولكن هم تجلي الله على الارض، اللي احنا ممكن نقول عليهم الانبياء اللي نزلوا علموا الناس الحضاره بامر من الله من بدايه سيدنا ادم، وقال ان ملوك الالهه دول حكموا مصر قبل البشر، واللي كان منهم اوزوريس. يعني معنى كده ان اوزوريس ممكن يكون نبي؟ هنعرف معاكم دلوقتي. مكتوب في قصة الخلق المصرية في كتاب الجبتانة أحداث أول الزمان وتكليف الإله للملك نرمر بتوحيد مصر، اللي قسمتها الصراعات بين ست وأوزوريس. أوزوريس في الحضارة المصرية القديمة ما اسموش أوزوريس، ولكن اسمه أودوريس، اللي هي الديانة الأمونية، والأوزورية اللي هي أودوريس. هنلاقي ان مانيتون قال عنه انه اول من علمهم فنون البناء بالحجر، والخط بالقلم يعني الكتابه، والزراعه، وتخطيط المدن وبنائها. وقال ان هو اللي علم الجبتيين اللي هم المصريين انهم يسكنوا البيوت بعد ما كانوا بيسكنوا الكهوف، وان هو اول من بنى المعابد الضخمه للعباده، واهتم بتعليم الطب وابتكر ادوات الزراعه والري، وازدهرت في عهد المدن والصناعات. وعلم الناس لبس الملابس الكتانية المتخيطة بعد ما كانوا بيلبسوا الجلد، وإنه كان بيتلقى وحي من الله ويرى الرؤى في نومه. وحكم مصر بالعدل لحد ما قتلوا أخوه ست، وبعدها رجع للحياة في قصة درامية بتتدخل فيها القدرة الإلهية بإحيائه مرة تانية. وبعد رجوعه بترفعه الآلهة إلى تسوع المقدس اللي هو المجلس السماوي اللي قلناه في بداية الحلقة. نيجي بقى لسيدنا إدريس. سيدنا إدريس نبي من أنبياء الله، ذكر في القرآن بشكل صريح إنه نبي. اتعرف عنه إنه أول من خط بالقلم يعني اتعلم الكتابة، وأول من لبس الملابس الكتانية المتخيطة بعد ما كانوا بيلبسوا الجلد، وأول من عرف علم النجوم وعلم الناس الفلك، وخطط المدن وبناها، وعلم الناس بناء البيوت بالحجر والسكن فيها، وعلمهم الزراعة والطب والسياسة، وبنى بيوت للعبادة. وقال عنه المقريزي في الخطط المقريزية ان سيدنا ادريس ملك مصر، يعني كان حاكم عليها، وان هو اول من بنى فيها بيوت للعباده. وابن جرير الطبري قال عن سيدنا ادريس انه ادرك ابو البشر ادم وعاش في حياته 308 سنه. يبقى كده اوزوريس وادريس حكموا مصر بالعدل والحكمه والعلم الملهم ليهم من السماء. وسيدنا إدريس في أقوال بتقول إنه رفع للسماء وقبض فيها، وفي أقوال تانية بتقول إنه رفع زي سيدنا عيسى وإنه مازال حي. قال تعالى:
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يبقى أوزوريس وإدريس مش مشتركين بس في حكمهم لمصر بالعدل والعلم، ده كمان في طريقة الاختفاء أو الوفاة. الاتنين اترفعوا للسماء ومش معروف إذا كانوا مازالوا أحياء ولا قبضوا في السماء. دلوقتي احنا عملنا مقارنة بينهم في الأحداث وحتى الأسماء، بيدل ان الشخصيتين شخصية واحدة. الجزء التاني بقى في حلقتنا هيبقى عن علاقة أوزوريس واخوه ست بابني آدم عليه السلام قابيل وهابيل، لما يبقى اللي احنا عارفينه ان اول جريمة قتل حصلت في التاريخ هي قتل قابيل لاخوه هابيل، وفي نفس الوقت بيقابلها في الحضارة المصرية اول جريمة قتل على ارض مصر قتل ست لاخو أوزوريس. بعيد عن الاسماء، لان اسماء قابيل وهابيل ما اتذكرتش غير في التوراة اللي احنا عارفين انها متحرفة، لكن مفيش اسماء لابني آدم لا في القرآن ولا في السنة. فخلونا نشوف الاحداث. ست في الاسطورة المصرية بعد ما قتل اخوه ما دفنوش لكن رماه في البحر. قابيل بعد ما قتل اخوه بقول القرآن ما دفنوش، قال تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. طيب لو قابيل شاف الغراب ودفن أخوه ليه هيندم من إنه حتى عاجز يكون زي الغراب ويفكر ازاي يواري سوءة اخوه؟ بعض العلماء قالوا ان ساب جسده معرض للهوام والوحوش، ده تفسير وارد مش اكيد. طيب ما وارد برضه يكون رمى في البحر. سبب القتل في الحالتين كان الحسد والغيرة، ولكن السبب المذكور في الاسطورة المصرية واقعي اكتر وبيوافق الآية القرآنية. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. خلونا نتعمق في معنى الآية. معنى القربان هو التقرب لله بالعبادة والأعمال الصالحة بنية خالصة لا تشوبها أي نية تانية غير رضا ربنا. النية الخالصة من الرياء أو المصلحة، والنية الخالصة دي بتكون شرط في قبول القربان اللي هي أعمال صالحة أو عبادة، ومن غيرها ما يتقبلش. معنى كده إن القربان اللي قدمه ابني آدم ما كانش بنية لطلب شيء، ولكن كان عبادة وأعمال صالحة مفروض إنها خالصة لله. يعني ما كانش عشان زوجة جميلة أو ملك أو نبوة، ولكن كانت مكافأة اللي نيته خالصة فيهم في عبادته أو أعماله الصالحة إن قربانه من الأعمال والعبادة هيتقبل. وكانت علامة أو إشارة أو مكافأة القبول هو إنه هيرث الولاية والحكم والنبوة من بعد آدم، لأن القربان اللي هو عبارة عن عبادة أو أعمال صالحة لو ما كانش ليه مكافأة ملموسة ولها أثر واضح في حياة المقتول، كان القاتل هيغير ويحسد من إيه؟ اللي كان هيصير حافظته ويوصله بعقله المحدود للقتل. الحسد والغيرة منه كان لتفضيل ربنا ليه فقتله عشان يستولى على الحكم. وأكبر دليل إن القربان كان بدون نية، يعني مش لسبب لا زوجة ولا حكم ولا نبوة، إن ابن آدم المقتول بيرد على القاتل بيقول له إنما يتقبل الله من المتقين، يعني اللي بيعبدوا الله حق عبادته بدون نية أو مصلحة أو انتظار لشيء. ولكن القاتل كانت عبادته وأعماله الصالحة ما كانتش خالصة لله، ولكن كانت بنية اختيار ربنا ليه للحكم والنبوة من بعد آدم، وده سبب عدم القبول والله أعلم. ست في الأسطورة المصرية كان سبب قتله لأخوه هو الغيرة والحسد برضه، وعلشان يستولي على العرش. ابن آدم القاتل ربنا عز وجل أشار ليه في القرآن الكريم في سورة المائدة بعد الآية اللي بتتكلم عن جريمة القتل. ربنا بعدها بيقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم ذرية القاتل. واللي عايز يفهم الجزئية دي أكتر يقدر يرجع للجزء الأول شرحها بالتفصيل. ولكن الآية اللي بعد منها على طول بتقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والحرب هنا كانت المعصية لأنه رفض أمر الله في اختيار أخوه للنبوة من بعد آدم، وحقد وحسد على أخوه واتبع فعلة إبليس. لما حقد وحسد على آدم ربنا عز وجل بيقول: ويسعون في الأرض فسادا، لأنه قتل، وده من أشد أنواع الإفساد. وفي تكملة الآية ربنا عز وجل بيقول: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أو ينفوا من الأرض اللي هو الطرد والنفي خارج البلاد، وده اللي حصل في ابن آدم القاتل. تم نفيه لأن بعد القتل سيدنا آدم تبرأ منه ومنع أولاده وأحفاده من الاختلاط بيه أو بذريته، يعني اتنفى. وفي أقوال بتقول إنه هرب هو وذريته، لكن في النهاية النتيجة واحدة، إنه اتطرد هو وذريته خارج البلاد. ست في الأسطورة المصرية بعد الصراعات بينه وبين حورس ابن أوزوريس تم الحكم عليه بالنفي للصحراء. مش معقول كل الأحداث المتشابهة دي والأشخاص تبقى مختلفة. احنا كده معاكم ووصلنا لنهاية حلقتنا. نتمنى تقولوا لينا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش السبسكرايب واللايك.